أمام مرفق المعديات على ضفة المجرى الملاحي لقناة السويس احتجاجا على الشروط المفروضة للحصول على وحدات سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، واحتجاجا على ارتفاع مقدم ثمن الوحدة. كانت المحافظة قد أعلنت منذ أيام عن طرح 8000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل. في خبر آخر، استقبل محافظ بورسعيد مساء أمس وفدا من جامعة براندبورغ الألمانية، والذي يقوم بإجراء دراسة فنية على المباني التراثية بمدينة بورسعيد بالتعاون مع قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة. وتتضمن الدراسة تنظيم ورش عمل لعرض الأفكار الخاصة بالمحافظة على المباني ذات التاريخ المعماري المميز. من بورسعيد انضم إلينا الصحفي أحمد الجمال. أحمد، بداية، هل أنهى المحتجون على شروط مشروع الإسكان تجمهرهم؟ نعم دينا، بالعكس، بل تصاعدت الاحتجاجات من اهالي محافظه بورسعيد، وتجمهر المئات صباح اليوم من متضرري الاسكان وشباب المدينه حديثي الزواج امام مرفق المعديات على ضفه المجرى الملاحي لقناه السويس بسبب رفضهم شروط المشروع الجديد وقيمه المقدمات الماليه التي تبلغ 10,000 جنيه. طالب المتضررون واهالي بورسعيد وحديثي الزواج بضروره اعاده النظر في شرط المقدم الذي يبلغ 10,000 جنيه بالنسبه للمشروعات الاجتماعيه، ونظام سداد قيمه الوحده بالمشروعات التابعه للاسكان التعاوني والتي تبلغ 10,000 جنيه كدفعه اولى، ثم 2,500 كل 3 اشهر لمده عامين، ثم 8,000 جنيه عند تسليم الوحده والتعاقد. أود أن أقول دينا أن الأهالي أكدت أن هذه الشروط مجحفة وتعجيزية تماما على كل أهالي بورسعيد. أود أن أقول أن أهالي بورسعيد خلال ال10 أعوام الماضية تعاني من الكساد التجاري وعدم العمل وصفوف البطالة، وانتقد الجميع سواء من كل الطوائف أو المثقفون أو من جميع طوائف بورسعيد هذه الشروط التي وصفوها بالتعجيزية. الآن انتقل احتجاج الأهالي وحديثي الزواج الى قطار منطقه سكه الحديد بقطار بورسعيد، وبالفعل تعطلت. الان في مكان الحدث، ونحن الان واقفون معهم. تعطلت تماما حركه القطارات الخارجه والداخله من محافظه بورسعيد. واكد الاهالي والشباب حديثي الزواج وشباب بورسعيد من كل الطوائف انهم لن يتركوا المكان حتى يعاد النظر في هذه الشروط التي وصفوها بالتعجيزيه تماما، حيث انهم قالوا واكدوا انهم ليس هناك شاب في بورسعيد الان يستطيع ان يحصل على 10,000 جنيه مقدم الوحده السكنيه، وقالوا ان محافظ بورسعيد والقيادات التنفيذيه بالمدينه قد وعدت ان المقدمات ستكون 5,000 جنيه، وكان ذلك الشرط يعني مقبول بالنسبه لهم. اما الان فهم جميعهم متجمهرون في محطة القطار في بورسعيد، واكدوا انهم لن يتركوا المكان حتى يعاد النظر في الشروط التي وصفوها بالتعجيزية التي صدرت صباح اليوم على موقع البوابة الالكترونية بمحافظة بورسعيد. طيب أحمد، هل من أي مسؤول أو أي اتصال من المسؤولين مع المتظاهرين أو من يعترضون على هذه الشروط؟ نعم، حتى الان دينا مدير امن بورسعيد اللواء محسن راضي موجود في مكان التجمهر، ويحاول الاتصال بالتنفيذيين لمحاوله احتواء الازمه ومراجعه هذه الشروط وامكانيه ما اذا كان يعاد صياغه هذه الشروط مره اخرى حتى على الاقل ترضي بقيه الاهالي وحديثي الزواج من شباب بورسعيد، واهمهم هو شرط السن الذي حدد. شكرا الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا من بورسعيد. وإلى محافظة القليوبية، حيث افتتح صباح اليوم